اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب حق مشروع، لأنها تخدم مصالح جميع الشعوب والقيم الجوهرية للديمقراطية، وبداية مبشرة لنشر ثقافة السلام والأخوة والحوار السلمي بين جميع الشعوب في المنطقة. ورغم الجهود الوجدانية المبذولة والتضحيات التي قدمها حزب العمال الكردستاني في العديد من المناطق، وساهمت بتحرير المناطق من براثن الإرهاب الداعشي وفتح ممر إنساني لإنقاذ حياة مئات الآلاف من اليزيديين في شنغال، فإن استمرار وجودها في قائمة الإرهاب له ظلم كبير. وإدراج اسم الحزب بقائمة الإرهاب كان لإرضاء سياسات الدولة التركية الشوفينية بهدف ضرب مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة برمته. وقد أكد العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية وبعض مراكز الدراسات الاستراتيجية وكبار الشخصيات العالمية المرموقة ومحكمة العدل في لوكسمبورغ والمحاكم البلجيكية براءة الحزب من تسمية الإرهاب. ونحن منظمات واتحادات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا ننضم إلى هذه الحملة الإنسانية، ونعاهد بأننا سنبذل المزيد من الجهود المجتمعية في كل مؤسساتنا ومنظماتنا واتحاداتنا لجمع التواقيع لمساندة حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب. ونحن على الثقة التامة بأن إزالة اسم الحزب من القائمة سيفتح الباب أمام الحلول على مصراعيه لأجل بناء السلام والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. لذا نتوجه بالنداء لمجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية العمل على إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب. قامشلو 24/2/2022. خلاص خلاص ها؟